أسباب هزيمة المنتخب الوطني المغربي الأقل من 20 سنة أمام نظيره الجنوب أفريقي. هذه الهزيمة المؤلمة والقاسية كانت لها عدة أسباب. السبب الأول وهو الهفوة الدفاعية الكارثية المشتركة بين بودلال والعلاوي. هذه الهفوة أثمرت هدفا ضد المنتخب الوطني المغربي. ثم هناك أيضا القوة البدنية الكبيرة والتفوق البدني الواضح للفريق الجنوب أفريقي مقارنة مع الفريق المغربي. أيضا كون المنتخب الوطني المغربي أو لاعبي المنتخب الوطني المغربي رغم المهارات الفردية لم يتمكنوا من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف. هذا سببه أولا التسرع، ثم السبب أيضا الموضوعي، وهو كون حارس جنوب أفريقيا حارس متميز